مشات عند اللاعب سفيان بوفال. سفيان بوفال امامه الشاعر عند عبد الرزاق حامد الله، وضربة جزاء. ضربة جزاء لأن كانت لمسة يد. مشاو اللعابة ديال جورجيا يحتجون، ولكن غنشوفوا الإعادة ديال اللقطة. حصل الكرة ديالو وحاول يرفعها. كنشوف العميد كيقول بأن اليد كانت مجموعة مع يعني الجسد، ولكن راه تغير الاتجاه ديال الكرة. الحكم كان قريب من العملية كيف ما كان الحال. القرار الأول والأخير كيبقى الحكم. فرصة لرفع الحصيلة إلى الثلاثية إن نجح اللاعب سفيان بوفال في هز مرمى بامارشفيلي. عطات الإشارة ديال تنفيذ ضربة الجزاء. ممنوع يدخل أي لاعب من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. صعيب يقبطها رغم أنه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادية الكرة قليل جدا أن اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات. 3-0 نتيجة من الناحية المعنوية، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. شوف اللقطة بكل هدوء. صعيب بكل صراحة رغم المتابعة ما يمكنش أحصر مثل هذه الكرات. مشات ملولبة دائرية وبقوة كبيرة، ما يمكن شيء. بالتالي الآن ترتفع الحاصلة إلى 3-0. الجمهور سابق الزمن